السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي اللايك كده فضلا وليس أمرا. أنا وإن أنا زعلانة منكم، يعني ما فيش إلا اتنين أو تلاتة بس هما اللي بيجبروا بخاطر كده ويعملوا اللايك، غير كده ما محدش بيعمل. وبشوف برضو الفيديو بيشاهد، يعني بيبقى داخل في 100 مشاهدة والاشتراكات زي ما هي. يعني يا ريت كده فضلا وليس امرا تشتركي في القناة وتعمل اللايك. يعني الاشتراك مش بفلوس ولا اللايك بفلوس، طالما فتحت الفيديو هتشاهديه اشتركوا في القناة واعملي لي اللايك، يعني فضلا وليس امرا. عشان ايه؟ تفرحوني كده والعيلة تكبر بيكم ان شاء الله، وهتكبر ان شاء الله بيكم بالاصرار والعزيمة ان شاء الله هتكبر يعني. ويا ريت تكتبوا لي رايكم في الفيديوهات، يعني مثلا عايزين نعمل لكم ايه في الفيديوهات، مثلا في روتيني في البيت اعمل لكم ايه تاني، اجدد لكم اعمل لكم ايه يعني. لو انتوا حابين اعمل حاجه يعني قولوا لي عليها في الكومنتات، يعني يا ريت كده نتواصل مع بعض كده في الكومنتات، يعني عشان ايه؟ تفرحوني يعني. بعد ما كنت بتكتبوا لي كومنتات بطلت تكتبوا لي كومنتات. يا ريت يعني تكتبوا لي كومنتات كده وتفرحوني وتعملوا لي اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو كده لحبايبكم، عشان ايه؟ يشتركوا في القناه عشان القناه تكبر ان شاء الله. انا طبعا معاكم في الفيديوهات، انا تلقائيه كده اللي في قلبي على لساني، يعني ما بجملش ولا في الكلام ولا في اي ولا في الفيديوهات كمان يعني. على الطبيعه بعملها لكم كده على الطبيعه يعني. ما بحبش اجمل في اي حاجه، يعني اللي بعمله هو اللي بظهره لكم على اليوتيوب يعني. النهارده فيديو شويه مشتريات كده هوريها لكم، يعني نزلت كده جبت شويه مشتريات زي ما انتم متعودين معايا. انا ما بجيبش مشتريات ولا بالشهر ولا بالاسبوع، يعني بحس مثلا كل ما عاوز مثلا حاجه انزل اجيبها. يعني مثلا انا النهارده الاسبوع ده مثلا خلصت الحاجات اللي عندي وحابه ايه؟ انزل اشتري الطلبات خلاص، يعني ممكن يعدي اسبوع او اسبوعين والطلبات لسه موجوده، خلاص ما بنزلش السوق ولا اجيب حاجه. خلصت مثلا خلال اسبوع انزل اجيبها، يعني مش رابطه نفسي بمشتريات الشهر او مشتريات كده يعني. لا، كل ما اخلص المشتريات انزل اجيبها يعني. وربنا يرزق الجميع كده ويجيبوا كل اللي نفسهم فيه يا رب. طبعا الاسعار ما اقولكوش يعني، بس ربنا يرحمنا برحمته يعني، ونقدر ان شاء الله كده نجيب ايه. طبعا احنا بنجيب الحاجات الضرورية، يعني مش بنجيب حاجات رفاهية، يعني الحاجات اللي لازمانة الضرورية يعني، ما بنكترش عن كده. اول في البداية طبعا يعني ايه، جبت بيض. ده لازم كل بنزل لازم اجيب البيض ده، عشان البيض ده لازم حاجة اساسية على السحور. يعني لازم كده بيض على السحور، كده لازم بيض. طبعا البيض انتوا عارفين كل يوم بروح الاقيه بسعر مختلف، يعني مرة الاقيه مثلا بأربعة، مرة أربعة ونص، مرة يعني كل مرة بسعر، ما فيش مرة نفس الاقيه بنفس السعر يعني. جبت 10، كل برضه ما بيخلصوا ابقى اجيب، يعني ما بكترش عن كده. جبت 10 بيضات بس. البيضة كانت عاملة 34 قرش، مش عارفة ازاي هي 34 قرش يعني دي. وجبت انا هوريكم كده زي ما يطلع في ايديا، يعني مش مرتباهم يعني. وجبت طبق قطايف. ده كان الطبق ده اللي عامل 10 جنيه، جبته بس معرفش وزنه قد ايه، نص ولا قد ايه. بس قطايف من العصافير، من اللي اسمها عصافير دي حلوة يعني، تحسي بقى كده تبقى صغيرة في البق كده، لما تاكليها كده وتمسكيها في ايديكي تبقى صغيرة في البق. حابة تحشيها مثلا ممكن تقفليها نص قفلة كده وتعملي بينها نوتيلا، تحشيها نوتيلا او شوكولاتة، الحشوة اللي تحبيها يعني. ده كان عامل 10 جنيه عنده ده. حبيت اجيبها دي، جربتها قبل كده عجبتني، قوم جبتها تاني. قلت نعملها النهارده كده نغير بالحلويات دي. قلت النهارده اعمل قطايف يعني. بقول لكم انا هجيب كده زي ما يطلع معايا، يعني مش مرتبه الحاجات يعني. وجبت مكرونه زي ما انتم متعودين، انا عارفين ان انا بجيب المكرونه السايبه ما بجيبش الاكياس يعني. بحس طعمها برضو بيبقى حلو يعني، وحلوه برضو سعرها كويس يعني ومعقول، يعني الكيلو كان عامل 20 جنيه. انتوا طبعا متعودين معايا بجيب النوع ده، بحب دي النوع ده في التحمير ده. وبرضو ما بتتعجنش ولا بتتكسر ولا حاجه، وطعمها حلو زي بتاع المصانع بالظبط، الاكياس اللي بنجيبها يعني. ده بحس الكيلو فيه بركه، ديكي ممكن تجيبي كيلو ما بيبقاش كيلو مظبوط، يعني بيبقى ناقص كتير يعني. اللي ده جبت الكيلو جبت 2 كيلو عاملين 40 جنيه. وجبت طبعا زي ما متعودين معايا الرز. برضو الرز انا متعوده على العطار ده دايما بجيب منه الحاجات، يعني الرز والمكرونه يعني. حاجاته جبتها جربتها يعني عجبتني، ولا المكرونه بتتكسر ولا بتتعجن، ولا الرز بتاعه برضو بيتعجن ولا حاجه. انا بحب الرز احمره. ده الكيلو برضو زي ما انتوا متعودين معايا 20 جنيه. هو كان فيه انواع، كان فيه ب20 في اقل منه ب18، بس انا حسيت ب18 ده يبقى مكسر اكتر من كده.
كان فيه ب25 يعني، عنده انواع، بس انا ده متعوده عليه قوم جبته يعني، مش وحش يعني، بيقضي الغرض طالما محمراه وظبطاله الشوربه بتاعته بيبقى حلو يعني، طعمه حلو وكل حاجه. وجبت تاني، جبت سفنج البلدي، طبعا انتوا متعودين معايا عليها، انا ما بحبش الا البلدي، اول ما بيخلص ما برجعش، ما بجيبش الانواع التانية يعني، الصيني ده والاحمر ده والصغير ده لا، بحب النوع ده، اول ما بيخلص من السوق خلاص على كده بطل ايه اجيب السفنج خالص يعني، بجيب النوع ده. الكيلو كان عامل 10 جنيه. اقول لكم يعني ايه، مره الحاجه رخيصه ومره غاليه، متعرفيش السوق ماشي ازاي يعني. يعني جبت 2 كيلو، وجبت بطاطس الكيلو ونص ب10. طبعا ايه البطاطس ما بنستغناش عنها في التحمير، السحور، وكمان ايه لو هتعملها صينيه بطاطس يعني، ما بنستغناش عن البطاطس يعني، لازم حاجه ضروريه اول ما انزل السوق، لازم ايه بطاطس دي لازم حاجه ضروريه لازم اجيبها يعني، حتى لو عندي كده كام حبايه لازم ارجع اجيب برضه يعني، ما بتضرش يعني، حلوه لما تبقى في البيت يعني. وجبت شطه ربع كيلو، بناكلها كده، ممكن تاكليها كده مع السحور كده زي ما هي، او يعني او تحطيها على الاكل، مثلا تحمري مكرونه وتحطيها مع المكرونه، تقطعي في السلطه، على حسب انت بتحبي الشطه يعني، احنا بيحبوا ياكلوها كده مع الاكل يعني، اي اكل يدخل الشطه كده وياكلوها، هي مفيده وكل حاجه، بس يعني الواحد بيحاول ما يكترش منها عشان ايه يعني، برضو على قد ما هي مفيده على قد برضو هتضر يعني، فيها ليها منها اضرار برضو، خير الامور الوسط يعني، بس هي بحب اجيبها برضو. ده ربع كيلو يعني. وجبت برضو ربع كيلو ليمون، الليمون برضو اللي غالي، الكيلو كان عامل 30 جنيه. معرفش البياعين دي مستغلين رمضان، ولا هي الاسعار غاليه كده ولا ايه يعني، قبل رمضان ما كانش الكيلو ب30 خالص يعني، كان ارخص من كده، معرفش هما مستغلين لما رمضان وعارفين الناس هتجيب الحاجات دي ولا ايه، مش عارفه يعني. يعني بعد ما كنت هشتري خيار لقيت الخيار الكيلو عامل 30 جنيه، قلت بلاها سلطه وبلاها خيار وبلاها يعني، قلت خلاص ناكل جرجير او مخلل يعني، ما بحبش الاستغلال، بحب اللي بيستغل ده يعني، ربنا يسامحه يعني على الاستغلال اللي هم بيستغلوه ده. جبت نص كيلو كان عامل 15 جنيه. بقول لكم مش عارفه ايه الليمون غالي ده، بس الليمون جبته طبعا عشان ايه، بحب احصر على الفول او التونه او الفراخ يعني ايه، بحاول كده اجيب الحاجه الاساسيه يعني، اللي انا عاوزاها في البيت يعني، ما بكترش الحاجات ايه وخلاص، بجيب الاساسيات بس، عشان انتوا عارفين طبعا الاسعار غاليه ازاي يعني. وجبت بصل، بس بصل عن نوعين، كان عنده ده بنفس السعر هنا، جبت الكيلو كان عامل 10 جنيه. جبت 2 كيلو، ده هو ده الاصفر نفس الاحمر، نقيت من ده ومن ده يعني اللي كانوا قدامه يعني، الكيلو كان عامل 10 جنيه. جبت احجام متوسطه كده يعني، مبحبش الاحجام الكبيره خالص دي، بحب الاحجام المتوسطه يعني، مبحبش الاحجام الكبيره، عشان لما اخد بصله اخدها الاخيره يعني، ما اسيبش منها يعني. جبت 2 كيلو، الكيلو كان عامل 10 جنيه، دول 2 كيلو ب20 جنيه. وبرضه كنت عايزه اجيب توم، بس لقيت التوم صغير كده ومش حلو، قلت استنى شويه كمان يبقى اجيب توم يعني، انا ما بحبش اخزن التوم ولا دلوقتي، بحب اجيبه ايه شويه كده لما ينشف بحب اجيبه، بس انا كنت عايزه اجيب ايه اللي انا استعمله في الاكل يعني، بس لقيته مش حلو كده، قلت مره تانية ان شاء الله ابقى اجيبه يعني. بس انا جبت بصل بس عشان كنت محتاجه بصل، البصل اللي عندي خلص. وجبت موز ده كان عامل 25، جبت 2 كيلو، 2 كيلو عامل الكيلو عامل 25، حلو يعني، بس هو كان مستوي يعني شويه، ننقي المستوي ده وناكله الاول، وبعد كده ايه نخليه تاني. برضه انا هفضيه كل الحاجات دي طبعا ايه زي ما متعودين معايا، ولازم افضيها كده، ما بسيبهاش في اكياسها يعني، لازم افضيها عشان تعيش اكتر يعني، تسيبها في الاكياس كده تبوظ، بحب افضيها من الاكياس بتاعتها عشان ايه تعيش اكتر يعني، عمر ما هنخلص الفاكهه دي في يوم يعني، وانا ما بكترش فاكهه يعني، 2 كيلو و2 كيلو، 2 كيلو موز و2 كيلو سفندق وخلاص على كده، مع العصاير مع الحلويات، والحمد لله على كده يعني، ما تكتريش كويسه كده يعني، حاجه يعني غاليه مش رخيصه يعني. وجبت ايه كمان، ايه ده اللهم صل على النبي، جبت الملح ده اللي بحب اجيبه للاكل، جبت 2، الواحده كانت عامله 10 جنيه، كانت عامله 10 جبت 2. ساعات برضو بتغلى عن كده وساعات بترخص، معرفش ازاي، ده مرة اجيبها ب12 ومرة اجيبها ب10، ومن نفس برضو البياع يعني، مش مثلا واحد مختلف، لا من نفسه بعينه،
معرفش ليه مرة بيغليها ومرة بيرخصها. المرة دي كانت ب10 جبت 2، قلت اجيب 2 قبل ما يغليها كمان. وجبت توم فلفل اسود، بحب اجيب الفلفل الاسود. جبت توم، التوم كان عامل 50، يعني الكيلو من حساب كام؟ 200 جنيه انا ما اظن. الكيلو كان عامل، يبقى كده الكيلو ب200 جنيه الفلفل الاسود. جبت 8 كيلو وخلته طحنه. 8 كيلو لما يخلص، ده لسه يقعد فتره جامده ده، يعني مش هيخلص دلوقتي، يعني ده لسه، يعني ما نكترش الفلفل على الاكل، يعني هي رشه صغيره كده وخلاص حل الاكل. وجبت كمان علبه البلح دي، البلح اللي كنا جايبينه على اول رمضان خلص، قلت اجيب علبه كده. هي العلبه دي برضو من نفس العطار، بس دي مش فاكره سعرها. دي بتبقى كيلو، دي معرفش بالكيلو ولا بالعلبه، هي مكتوب عليها الوزن. لا دي مش كيلو، دي 700 جرام، مش كيلو، يعني انقص من كيلو، نص و200 جرام يعني. قلت تكفينا لغايه اخر رمضان وخلاص على كده يعني. عجبتني، كانت طريه كده وعجبتني، قلت اجيبها يعني. البلح خلص وقلت اجيب العلبه دي وخلاص على كده، يعني دي هتكفينا لاخر رمضان وخلاص. هو اصلا رمضان طالع يجري، يعني النهارده 13 رمضان، يعني رمضان كده طالع يجري كده، سبحان الله. ما اعرفش الايام الحلوه ليه بتجري بسرعه كده يعني. لا لسه الواحد فاكر الايام اللي كان بيجهز فيها حاجات رمضان وتجهيزات رمضان وتنظيفات رمضان، يعني سبحان الله. عدينا كمان خلاص يومين ونكمل نص الشهر. جبت دي هتكفينا يعني لغايه اخر رمضان وخلاص على كده. وجبت طبعا حاجات للتنظيف، بس ما جبتش حاجات كتيره يعني. جبت الصابون ده ريفيلي ده، ال4 دول بيبقوا عرض، ال4 عاملين 45. ريحته حلوه يعني، ريحه اللافندر، انتوا عارفين طبعا ريحه اللافندر بتبقى ريحتها حلوه. عرض اللي كان عامل 45، جبت 4. وجبت السلك ده، انتوا طبعا متعودين معايا ما بغسلش الا بالسلك ده. انتوا طبعا عارفين عندي ايه، ما عنديش الا حلل الالمونيا، والحلل الالمونيا ملهاش السلك ده الا السلك ده. جربت معاها انواع سلك تاني ما بتنضفش، يعني السلك اللي بيجيب من الانواع التانية المغلفه دي ما نضفتنيش وما نفعتش معايا. جربت ده واللي نفع معايا، يعني بحس المواعين مطفيه كده، وانا ما بحبش اغسل اطبخ في المواعين المطفيه. احس المواعين كده لازم تبقى مطبرق كده عشان اطبخ فيها، غير كده ما بطبخش فيها. جبت نص كيلو كان عامل ايه 18 جنيه. هي بس كده دي المشتريات اللي جبتها. ويا ريت كده لو شاهدتيني كده وشفت الفيديو، يا ريت تشاهدي الفيديو من البدايه للنهايه كده عشان ايه تفرحيني كده، وتشتركوا في القناه، ويا ريت تعملوا اللايكات كده، ونشد حيلنا شويه كده في اللايكات والاشتراكات كده، وشيروا لحبايبكم كده. انا يعني ولا ما بحبش اكرر الكلام، بس ايه بحب اذكركم بس، مش اكتر ولا اقل يعني. انا بحب ايه اذكركم بس وسط الكلام يعني. وطبعا انا عموما افضي الحاجات دي زي ما بقول لكم، ما بحبش اسيبها يعني، بفضيها. طبعا زي ما بقول لكم يعني لازم ايه احب افضي الفاكهه كده. جبت الطبق ده احب افضيها كده. طبعا احنا هناكل المستوي ده الاول، وبعد كده ناكل التاني. نخليه كده، وبرضه اهو ايه لازم تفضيه كده، ولما ترجعي من السوق كده على طول تفضيه من الاكياس. اللي فيها اكياس بتخليه يعرق كده ويبوظ معاك بسرعه. هو الجو شتا وكل حاجه، بس ايه لما تفضيه يعيش معاك اكتر. طبعا عشان ايه خساره الحاجه يعني، بنجيبها بفلوس يعني، ما بنجيبهاش ببلاش. اتفضل برضو ايه اليوسفندي ده، بحب اليوسفندي البلدي ده، بتبقى طعمه حلو. بص كده واحده جنب واحده كده عشان ايه يعيش معانا طبعا، عشان الفاكهه دي مش هتخلص فيهم طبعا. بقول لكم انا الفاكهه واي حاجه يعني ما بجيبهاش بالشهر، ما بنزلش الشهر كده واجيب مشتريات كتيره، لا بجيب كل ما احس ان انا ايه البيت محتاج حاجه بنزل اجيبها اكتر، مش ما بنزلش بالشهر. طب مثلا انا دلوقتي نزلت بالشهر وجبت الحاجه بتاعتي وخلصت مني، استنى لما ميعاد الشهر يجي عشان اجيبها، او اجيب كل مدى كده كيس؟ لا انا مرتبه، كل واحد على حسب مرتب نفسه. انا مرتبه نفسي كده، كل ما عاوز حاجه يعني مثلا كل اسبوع مثلا عاوز مثلا فاكهه انزل اجيب الفاكهه لو خضاري. ما بكترش اصلا الخضار والفاكهه ازيد من اسبوع يعني، بجيب حاجتي تقعد معايا اسبوع لو كان خضار او فاكهه. واذا اتزنقت قوي مثلا ممكن اعوز مثلا كيلو طماطم،
بطاطس طبعا عشان انتوا عارفين السحور ده بيستهلك بطاطس كتير. ده ممكن اجيبه ايه في وسط الاسبوع كمان. قال لي انا لازم كده اسبوعيا انزل كده، بحب انزل السوق كده اتفرج على الحاجات، وبحب كمان انزل بالنهار. يعني انت لو عايزه تنزلي السوق انزلي بالنهار، بلاش الليل ده، الليل بتبقى الحاجه اتنقت كده ومش حلوه. جربت مره قبل كده، جبت كنت لازماني حاجه يعني بطاطس ضروريه، يعني ما كانش عندي ولا حبايه. نزلت ما كان يعني اكيد شفتها في فيديو من الفيديوهات، ما كانش عجباني خالص، بس اضطريت اجيبها عشان ايه؟ السحور طبعا بنحب نقلي بطاطس، يعني انتوا عارفين الاطفال الصغيره بتحب ايه؟ تاكل البطاطس، يعني بدل ما نشتري شيبسي بقلي لهم بطاطس يعني في البيت. وهي ما كانش عجباني، قلت لا انا تاني مره مش هنزل بالليل، بالليل ده مش هنزل بيه تاني خالص يعني. اهو فضيت الموز والسفندي وبعد الخضار دوتي، ده طبعا هحطه في التربو، والبصل والبيض في التلاجة، والحاجات دي هسيبها زي ما يعني، كل حاجة انا اوديها مكانها. ويا ريت كده لو وصلت لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير ومع السلامة.